بسم الله الرحمن الرحيم. معكم مستر اسماعيل شوقي teacher of English. ان شاء الله باذن الله النهارده في طلاب كتير جدا في سؤال المحادثه لما بيجي لهم طلاب اعدادي بالذات، لما بيجي لهم سؤال المحادثه بيعطلوا، بيقفوا مش عارفين هل هم يعملوا سؤال، هل هيردوا باجابه، هل هم لو عملوا سؤال ايه نوع السؤال، هل هو بهل، هل هو باداه استفهام. فالنهارده ان شاء الله كل ده هنغطيه وكل ده هنعرفه بالتفصيل وهنطبق عليه، وان شاء الله باذن الله في اخر الفيديو هنطبق على كل اللي احنا خدناه. فاول حاجه يا شباب النهارده علشان نبدا بالمحادثه صح، احنا علشان الديالوج دوت هي معتمده على حاجه او حاجتين، هي معتمده على حاجتين: ازاي انك تعمل السؤال how to make a question and how to make a sentence، ازاي نعمل سؤال وازاي نعمل اجابه. طيب اول حاجه لما انا اقول لك الكويستشن ده هو نوعين. We have two types of question. عندنا نوعين من الأسئلة. والله أنا عندي yes or no question وعندي WH question. ده النوعين بتوع الأسئلة، سؤال بهل وسؤال بأداة استفهام. سؤال بهل وسؤال بأداة استفهام. والله يا مستر احنا لما يبقى عندك المحادثة بين علي مثلا ومحمد، فعلي سأل محمد سأله سؤال، فمحمد رد عليه قال له ايه؟ قال له yes he is at school now. yes he is at school now. ده ممكن يجي لك في جزء من المحادثة بتاعك. طيب اما يجي لك كده الطلب هنا بتقف، هل انا هعمل هنا سؤال بأداة استفهام ولا سؤال بهل ولا دي جملة؟ هقول لك لا، اول حاجة ده عندك سؤال لان هنا عمل لك أداة استفهام كده. فطالما ده سؤال يبقى انت عندك حاجتين، يا اما yes or no question او WH question، يا سؤال بأداة استفهام يا سؤال بهل، يا سؤال بهل يا سؤال بأداة استفهام. طيب نعرف منين يا مستر اذا كان السؤال ده بهل ولا السؤال ده بأداة استفهام؟ والله السؤال ده لو بهل هيجي لك yes or no في الإجابة، yes or no في الإجابة، ولو بأداة استفهام هيجي لك full sentences، فهيجي لك جملة كاملة. فأنت عندك هنا yes، فده كده سؤال بإيه؟ سؤال ب yes or no question، سؤال بهل مش أداة استفهام. طيب كده احنا عرفنا ان ده السؤال بهل. هنكون سؤال بهل ازاي؟ احنا هنكون سؤال بهل ازاي؟ هنكون سؤال بهل ازاي؟ هنعمل سؤال بهل. السؤال بهل ده الاستراكشر بتاعته بتبقى عامله ازاي؟ بنجيب الفعل المساعد، بعدين الفاعل، بعدين الفعل زائد بقيه الجمله، زائد باقي الجمله لو عندك تكمله للجمله. هنقف عند كل حاجه من دول، هنقف عند الفعل المساعد والفاعل والفعل. اول حاجه الفعل المساعد بتاعنا هنا ايه هو يا مستر الفعل المساعد؟ الفعل المساعد بتاعك لما يكون الاجابه عندك فيها يس اور نو واحنا خلاص قررنا ان ده سؤال بهل، فاحنا هنشتغل بالفعل المساعد الاول. طب ايه هي الافعال المساعده؟ الافعال المساعده عندك ممكن تكون الفعل المساعد ده verb to be اللي هو بيندرج تحت am وis وار، ده اذا كان في البريزنت في المضارع، او was او were ده لو كان في الماضي. ده كده was او were لو verb to be في الماضي. هل في افعال مساعده تانية؟ موجود افعال مساعده تانية، ممكن يكون verb to do و does و did. ممكن يكون برضو الافعال المساعده ما هي have او has
او had، والموديل فيربس كلها اللي هي كان وشال وويل، وبقيه الموديل فيربس، بقيه الافعال الناقصه دي كده كلها الافعال المساعده، الفعل المساعد عندنا اللي هنبدا بيه السؤال لو احنا قررنا خلاص ان ده سؤال بهل، اللي هو الاجابه موجوده فيها يس او نو. طيب بعد كده دي كده عندنا الافعال المساعده، نخش بقى في الفاعل. الفاعل ده احنا كلنا عارفينه، الفاعل اما يكون نون او بروناون، ممكن يكون اسم وممكن يكون ضمير. اسم يا مستر زي ممكن يكون احمد، محمد، علي، بسمه، اي اسم خالص، اي اسم نبات، اسم حيوان، او اي اسم. طيب ممكن يكون الفاعل ده ضمير I he she it you they and we، كل ديت الفاعل. الفعل طبعا كلنا عارفين الفعل اللي بيكون في الجمله عندنا. طيب برضه هنعمل السؤال ازاي هنا بقى، هنركز شويه. طيب والله يا مستر احنا زي ما قلنا ان لو المحادثه عندك بين علي وبين احمد، وعلي سأل سؤال، فاحمد رد عليه قال له yes he is at school now. yes he is at school now. طيب هنا زي ما عرفنا ان ده سؤال، وانا قلت لك ان النوعين الاسئله yes or no question او WH question. طيب ده هيكون سؤال ب yes or no question زي ما قلت. طب ليه ب yes or no question؟ لان عندك هنا yes، فده yes or no question. هنعمل ازاي؟ هنتبع بقى الطريقه ديت، فعل مساعد فاعل فعل وبقيه الجمله. طيب عايز اديك نصيحه كده، الفعل المساعد بنسبه مثلا هنقوله 90% هو هيكون ظاهر قدامك في الاجابه. ممكن يكون مش ظاهر، وهديك مثال الفعل المساعد مش ظاهر دلوقتي. فحد هيقول لي يا مستر هنا الفعل المساعد عندي هنا هو ظاهر، هقول له فعلا هو ظاهر. طب هو ظاهر فين؟ قال لي از، قال لي هقول لك مظبوط فعلا الفعل المساعد هنا از. فاحنا بنبدا اول حاجه بالفعل المساعد اللي هو ايه؟ اللي هو از. وطبعا ده علشان في بدايه السؤال فبنعمل حرف الاي كابيتال از. بعدين الفاعل، وانا قلت لك من شويه ان الفاعل ممكن يكون ناون ممكن يكون بروناون. فالفاعل عندك هنا بروناون اللي هو هي، يبقى از هي. ونكمل بقى بقيه الجمله at school now، at school now is he at school now. هل هو في المدرسه الان؟ رد عليه قال له yes he is at school now. فده كده بنكون سؤال لو الفعل المساعد عندك هنا ظاهر. ولازم يكون از؟ لا مش لازم يكون از، ممكن يكون اي حاجه من دولت كلها. ممكن يكون مثلا احنا ممكن نشيل از ديت ونخليها was، بس مش هينفع تبقى now، وهنخليها yesterday لانها في الماضي. تمام؟ فبرضه هنشيل هنا از وهنخليها was he at school yesterday؟ was he at school yesterday؟ هل كان في المدرسة امبارح؟ ده كده لو الفعل المساعد عندك ظاهر. الفعل المساعد ظاهر ممكن يجيب لك فعلا am وهيكون ظاهر، وممكن is وممكن are وممكن was وممكن were وممكن بقية الجملة have وhas وhad وكان وشال والحاجات دي كلها ممكن ده يجي لك عادي. طيب يا مستر ده لو كان الفعل المساعد عندك هنا، ظاهر، ممكن يكون مش ظاهر. ايوه ممكن يكون الجمله ما فيهاش فعل مساعد ظاهر. زي ايه؟ زي اللي انا هقولها لك دلوقتي. طيب الفعل المساعد بقى لو مش ظاهر هنعمل ايه؟ في الديالوج عندك وانت موجود ممكن تقول للمستر اسماعيل قال ان الفعل المساعد عندك ظاهر قدام عيني فهنستخدمه. هقول له فعلا قلت كده، بس برضو انا قلت لك ان الفعل المساعد ممكن يكون مش ظاهر. قلت لك ان الفعل المساعد ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون مش ظاهر. طيب زي ايه بقى يا مستر الفعل المساعد؟ ممكن يجي لك مثلا محادثه بين ايه، مثلا هنفترض ان هي بين A و B. تمام؟ فايه سأل سؤال فبي رد عليه قال له يس I play football
every week. Yes I play football every week. طيب اول حاجه دي دايلوج، ممكن يجي لك ده كده جزء من الدايلوج، ده مش دايلوج كامله، الدايلوج بتبقى دايلوج كامله على بعضها، فممكن يجي لك جزء منها ده. فالجزء ده لما يجي لك احنا بنحدد يا مستر هل هي سؤال yes or no question اللي هو سؤال بهل، ولا هو سؤال بالدبليو اتش question اللي هو سؤال بأداة استفهام. هقول له هتقول له ترد عليا، اللي رد عليا وقال لي ده فعلا سؤال بهل هقول لك فعلا هو سؤال بهل، لان انت عندك موجود هنا yes، موجود عندك هنا yes. تمام. طيب فين بقى الفعل المساعد هنا اللي انا كتبته لك هنا فوق امز ار واز وير دو داز ديد والبقيه الحاجات ديت مش موجوده. هل هنا ما ينفعش نستخدم فعل مساعد؟ لا في فعل مساعد هنا بس هو مش ظاهر، اللي هو ايه؟ اللي هو انا بسميه المنقذ. الفعل المساعد اللي مش ظاهر ده انا بسميه المنقذ. ليه بسميه المنقذ؟ ان هو بينقذك في السؤال ده وبيقول لك انا اهوت انا مش ظاهر بس انت اللي هتستخدم لي ايه هنا، اللي هو ايه؟ اللي هو فيرب تو دو. دو وداز لو في المضارع وديد لو في الماضي. طيب بنحدد ازاي يا مستر اذا كانت الجمله دي في المضارع ولا في الماضي؟ من فعل الجمله. من فعل الجمله. فعل الجمله هنا بلاي، فطالما فعل الجمله هنا بلاي، طالما فعل الجمله هنا بلاي يبقى عندك هنا الجمله هنا في زمن البريزنت في المضارع. طيب هنستخدم ايه؟ انا قلت لك دو داز في المضارع وديد في الماضي، واحنا طبعا هنا هنستبعد ديد لان هنا بلاي مضارع. طيب دو او داز بمزاجي؟ لا هي مش بمزاجك، هي حسب الفاعل عندك، الفاعل اذا كان مفرد ولا الفاعل جمع. دو ديت اذا كان الفاعل بلورال، اذا كان الفاعل جمع، والفاعل الجمع ده ممكن اللي هو اي ويو وزي ووي او اي اسم جمع، ده كده بنستخدم معاه دو. وداز في ناس عارفه الكلام ده وفي ناس مش عارفه، انا هتعامل معاك انك مش عارف. يعني انا هتعامل مع المستويات، الناس اللي مستواها كويس عارفه الحاجات ديت والناس اللي مش مستواها كويس، لان دي سلسله كورسات كامله. دي سلسله كورسات كامله بنبدا بنبدا بالديالوج، وبقى في بقيه كورسات تانية هتنزل لكم ان شاء الله باذن الله. فدي اول حلقه عندنا. نخش بقى في الحلقه الثانيه. داز اللي هي لو الفاعل سنجولار، لو الفاعل مفرد، اللي هو ايه الفاعل المفرد؟ ممكن يكون هي، ممكن يكون شي، ممكن يكون ات، ممكن يكون اي اسم مفرد. طيب هنا هنحدد، احنا هنا هنحدد ان حددنا ان الجمله مضارع. طيب طالما حددنا ان الجمله مضارع فاحنا هنستخدم دو او داز. الفاعل عندك هنا فين؟ حد هيقول لي الفاعل هنا اي، هو الفاعل مش اي؟ هقول لك هو فعلا الفاعل اي، بس انت عندك هنا الفاعل فوق مش هيكون اي، الفاعل هنا هيكون يو. يو، ايوه هيكون يو. ليه؟ لان اي في الاجابه بتتحول ليو في السؤال. اي في الاجابه بتتحول ليو فين؟ بتتحول ليو في السؤال. فاحنا كده حددنا عرفنا ان الفاعل يو. يو ديت الفاعل ده بلورال جمع ولا سنجولار مفرد؟ هتقول لي فعلا هو جمع، فهنستخدم معاه دو. هنستخدم معاه ايه؟ دو. دو يو. ونكمل بقى الفعل بتاعنا هنا بلاي. الفعل بتاعنا بلاي. دو يو بلاي فوتبول every week؟ هل انت بتلعب كرة القدم كل يوم؟ كل اسبوع؟ قال لك yes I play football every week. نعم انا بلعب كرة القدم كل اسبوع. فده كده عندك ايه؟ ده كده عندك لو كان مفيش عندك فعل مساعد ظاهر، لو الفعل المساعد مش ظاهر عندك والفعل ماضي والفعل مضارع. طيب انت قلت لنا يا مستر دو او داز لو انت مش عندك الفعل، لو انت مش عندك فعل مساعد ظاهر هقول لك ايوه. طب لو كان مضارع هقول لك مظبوط. طب لو كان الفعل ماضي، لو كان الفعل ماضي احنا مش هنعمل حاجه، احنا هنعمل بس حاجه واحده، هنخلي ديت بليد. تمام. وطبعا هيبقى السؤال طبعا هيختلف. طيب كأن دي برضو حاجه جديده لسه مش في اول مره نشوفها اول مره نشوفها في المحادثه. هنبدا برضو نحدد هل هو سؤال بالدبليو اتش كويستشن ولا سؤال بيس اور نو كويستشن، سؤال بهل ولا سؤال بناس تفهم. هقول لك فعلا طالما في يس او نو يبقى كده سؤال بهل. طيب وادي الاستراكشر موجوده عندك، البنيه بتاعته موجوده، بنعمله ازاي؟ طيب قلت له يا مستر الفعل المساعد، طالما كده احنا بنبدا بالفعل المساعد زي ما هو موجود قدامنا. هقول لك مظبوط. الفعل المساعد قلت لنا ممكن يكون ظاهر وممكن يكون مش ظاهر. هل هنا هو ظاهر؟ اقول لك هو لا، هو هنا مش ظاهر. بس انت عندك هنت هنا بيقول لك ان الفعل ماضي والفعل المساعد مش ماضي، ان الفعل ماضي والفعل المساعد مش ماضي.
والفعل المساعد مش ظاهر، يبقى انت كده تستخدم ايه؟ المنقذ بتاعنا اللي هو فيرب تو دو، اللي هو دو او داز او ديد. بس انت عندك هنا في اي دي، والاي دي ديت بتدل ان الفعل ده ماضي، فانت ما ينفعش ما ينفعش دو او داز نهائي خالص، ما ينفعش دو او داز خالص، ما ينفعش. فهنستخدم عندنا ايه؟ did. يبقى الفعل المساعد عندنا هنا did. وزي ما انا قلت لك من دقيقتين بالظبط ان اي في الاجابه بتتحول ليو في السؤال، هيبقى did you. هنا بقى هنقف شويه. حماده هيجي يقول لي ايه؟ هيقول لي يا مستر انت حطيت قبل كده از فوق وبرضه حطيت لنا هنا بلاي، فاحنا بقى هنخلص وبلايد ديت هنطلعها فوق، هنطلعها كده بلايد. ده انت قلت لنا كده، قلت له وربنا انا ما قلت لك كده، وربنا ما قلت كده. حماده اوعى تعمل كده، ما تعملش، ما تحطش ايدي. انت لما يكون عندك ديد فاعل بتجيب بعدها مصدر الفعل، فدي ما ينفعش تحط ايدي خالص، اوعى تعمل كده، ممنوع، ما ينفعش تعمل كده، هتبقى غلط. فانت طالما كده ديد فاعل بيجيب بعدها مصدر الايه؟ مصدر، بيجيب بعدها مصدر الفعل، فمش هتكون بلايد، هتكون بلاي. وخلي بالكم عشان في ناس كتيره بتطلعها بلايد، وفي ناس كتيره ممكن الفعل ده ممكن ما يكونش اخره اي دي، ممكن يكون وينت، فعل irregular، فعل غير منتظم. فانت هتبقى ممكن يكون وينت، هتطلعه وينت، لا هتجيب مصدره. فانت دو داز وديد بقى لما تجيب الفعل بتجيب الفعل في المصدر بدون اي اضافات، بدون اي اضافات. فيبقى did you play football every week. وده كده الايه؟ لو الفعل المساعد عندك مش ظاهر، وكده تكوين ايه؟ السؤال بتاعنا. طيب بقيه الباقي بقى اللي هو have او has او had او كان او شال، دول كلهم بيكونوا موجودين عندك، او will، دول كلهم بيبقوا ظاهرين. انت بتلجأ لفيرب تو دو اللي هو دو داز وديد لما ما يكونش عندك الفعل المساعد ظاهر. لو الفعل المساعد عندك مش ظاهر انت بتلجأ للمنقذ بتاعنا اللي هو دو داز وديد، فانت كده بتلجأ لهم. فكده الباقي كله بيكون ظاهر قدامك، ممكن شال بتبقى ظاهره وكان بتبقى ظاهره وويل بتبقى ظاهره. طيب كده احنا كده اقدر اقول لك ان احنا انتهينا من لو السؤال عندك بيس اور نو كويستشن. طيب ممكن السؤال عندك يكون بأداة استفهام، ازاي بقى؟ هقول لك انا ازاي. هقول لك انا السؤال بأداة استفهام ده هيكون ازاي. انت جالك في المحادثه مثلا، لو قلنا المحادثه بين A و B، هو A و B تعبينهم معانا شويه النهارده بس هم اللي هيبقوا معانا على طول. لو المحادثه بين A و B وقال لك هنا ايه؟ قال لك I go to school at 7 a.m. I go to school at 7 a.m. محدش يقول لي at 7، الله يكرمكم، احنا ناس كبيره، اسمها at 7 a.m. تمام؟ طيب حماده هنا هيقول لي ايه؟ وايه سأل سؤال، هيقول لي يا مستر انت اول ما يسألك السؤال هتقف، هتحدد لي هو هنا yes or no question ولا هنا سؤال WH question، سؤال بأداة استفهام ولا سؤال بهل. وانا قلت لك من دقيقه بالظبط ان انت بتستخدم السؤال بهل لو انت عندك هنا yes or no. هل هنا عندك yes or no؟ انت ما عندكش، فما ينفعش بقى تستخدم سؤال بهل. هنستخدم سؤال باللي اسمه WH question. تمام؟ سؤال بأداة استفهام. طيب بنعمله ازاي بقى يا مستر بالسؤال بأداة استفهام دوت؟ هقول لك انا بنعمله ازاي. همسح دولت الاول علشان ايه؟ اقدر اكتبه لك السؤال بأداة استفهام ازاي، وهرجع اكتبها لك تاني. السؤال بأداة استفهام هو مشابه للسؤال بهل بس بنزود حاجه. بهل اقول لك اللي احنا كنا، قولوا لي كده، احنا كنا بنعمل السؤال بهل ازاي؟ فعل مساعد زائد فاعل بعدين الفعل بعدين بقيه الجمله. بس ده يا مستر ده سؤال بهل، هقول لك وانت انت قلت لنا السؤال بأداة استفهام، هقول لك فعلا انت بقى هتزود الأداة الاستفهام.
هتزود الايه؟ الاداه الاستفهام بتاعتك، اداه الاستفهام بتاعتك هتزودها. طيب قلت لك ان الفعل المساعد هو am is are was were. do does did have has had can could shall should will would may might او بقيت او الموديل فيربس كلها يعني. طيب اداه الاستفهام بقى، ادوات الاستفهام في ناس كتير جدا خلاص احنا حددنا ان ده مش بيس اور نو كويستشن، مش سؤال بهل، احنا حددنا ان السؤال ده باداه استفهام. خلاص احنا حددنا خلاص. طب ايه الاداه الاستفهام بقى المناسبه عندك؟ ناس كتير مش عارفه ادوات الاستفهام، ممكن تكون عارفه وات وير وين اشهرهم، وممكن يقول لك اداه استفهام تانية خالص، والناس بتتلخبط بينهم ومش عارفين امتى اداه الاستفهام هاو ماتش، امتى هاو ميني، امتى هاو اوفن، امتى هاو سون. دي كلها ادوات استفهام في ناس مش عارفاها. فطالما في ناس مش عارفاها عندك هنا، يبقى احنا لازم نشرح لك هنا ادوات الاستفهام. طيب ادوات الاستفهام عندك بقى ايه هي؟ هتظهر لك دلوقتي. طيب هسيب لك ان شاء الله باذن الله في الديسكريبشن بتاع الفيديو الملزمه ديت فيها كل ادوات الاستفهام اللي انت هتحتاجها، واشهر ادوات الاستفهام هنا. فعلشان هنا اشهر اداه الاستفهام هنا عندك اول حاجه عندك هنا هو ديت مكتوبه عندك من، وبتسال عن الفاعل او المفعول العاقل، الفاعل او المفعول العاقل. وهنا عندك مثال وجواب عليه. طيب هيجي لك في الديالوج سؤال كده وكاتب لك الاجابه بتاعته ايه؟ احمد is my best friend. احمد صديقي المفضل. وعايزك تعمل هنا ميك ا كويستشن، عايزك تعمل سؤال. هنا مفيش يس اور نو كويستشن، مفيش يس اور نو كويستشن، فهنا ده سؤال بالدبليو اتش كويستشن، سؤال بالدبليو اتش ايه كويستشن. اداه الاستفهام المناسبه عندنا هنا بيقول لك احمد، فاحمد ده فاعل عاقل، فاداه الاستفهام عندك هنا هو. وانا قلت لك ان اداه الاستفهام بعدها الفعل المساعد، الفعل المساعد عندك هنا زي ما قلت لك هو ظاهر اللي هو از، وهنا عاملين اختصار بتاعته ابستروفي اس، بقيه الجمله. وخلي بالك ان اي بتتحول، ان ماي هنا بتتحول ليور فين؟ في السؤال. تمام؟ وهكذا مكتوب لك وير اين، وبتسال عن المكان زي السؤال ده مثلا I live in Cairo، لما نعمل سؤال عليه كايرو هنا place مكان، فهنا اداه الاستفهام بتاعنا وير. وطالما الاداه الاستفهام بتاعتنا هنا وير، وهنا ما عندكش الفعل المساعد ظاهر، وطالما قلت لك ان الفعل المساعد مش ظاهر، فبنلجأ للمنقذ بتاعنا اللي هو ايه؟ اللي هو verb to do. عندك هنا live دي مضارع، والاي احنا هنا حولناها ليو فخدنا do، يبقى where علشان هنا في place مكان، وهنا do you live where do you live. وما ينفعش تكتب الاجابه خالص، ما ينفعش تكتب لا كايرو في السؤال، ولا انت ينفع تكتب احمد، ولا انت ينفع تكتب احمد فوق، لان دي الاجابه فما ينفعش تكتبها. وهكذا الباقي when متى، وبتسال عن الوقت، وعندك هنا at 7 وعندك هنا at 7 فاخترنا when وما كتبناش الاجابه عندنا فوق. وهكذا واي بتسال عن السبب، وهاو عن الكيفيه، بتسال عن وسائل المواصلات والحاله الصحيه، وسائل زي ديت I go to school by bus، هنا وسيله المواصلات عندك هنا by bus، وسيله المواصلات عندك هنا باي بس، فانت عندك هنا اداه الاستفهام بتاعتك هنا هاو، والفعل المساعد هنا مش ظاهر لان هنا في اي جو تو، هنا الفعل المساعد مش ظاهر فاخترنا ايه؟ دو، واي حولناها ليو. وهكذا بقيه ادوات الاستفهام، ودي كل ادوات الاستفهام اللي احنا هنحتاجها. وات، ويتش، هوز، وهوم، دي كلنا احنا عارفينها، كلنا دي احنا عارفينها. وطالما دلوقتي انت وصلت لهنا، وصلت الوقت ده للفيديو، فانت عملت انجاز اسطوري. طالما احنا وصلنا للوقت ده في الفيديو هنا، وصلت معايا لغايه هنا، فالانجاز اللي انت عملته ده انجاز اسطوري. تمام؟ طيب في ادوات استفهام ناس كتير مش عارفاها، او ناس كتير ما تاخدش بالها منها، اللي هي ايه؟ زي المشتقات ديت. ادوات الاستفهام المشتقه زي ايه؟ اول اداه استفهام عندك هنا هي هاو، هاو اولد، ديت معناها كم عمر. وزي ما احنا كم عمر من المعنى بتاعها بتسال عن العمر. زي مثلا عندك A و B اللي احنا بنشتغل بيهم من اول الفيديو. A و B، A سأل سؤال وبيرد عليه قال له I am 10، عنده 10 سنين. فأداة الاستفهام عندك هنا ايه؟ هنا how old، how old. وبعدين are you، طب يا مستر are هنا في am، ليه ما طلعناهاش فوق am؟ هقول لك انا قلت لك ان I بتتحول ليو، ويو مش بتاخد am، هي يو بتاخد are، فهنا how old are you. ده اداه الاستفهام بتاعك لو هنا هاو اولد. ممكن يجيب لك هاو ميني، ممكن تكون اداه الاستفهام بتاعتك هنا هاو ميني، معناها كم عدد، وبياتي بعدها
المعدود لازم يكون عندك بعدها حاجه تعد. زي مثلا المثال ده بين A وبين B. B قال I have got two brothers، عندي اخين. فاحنا عايزك هنا عندك اداه الاستفهام المناسبه بتاعتك هنا، مفيش يس اور نو عشان نعمل سؤال بهل، فاحنا بنعمل سؤال بيس اور نو بنعمل سؤال بدبليو اتش كويستشن. فاداه الاستفهام هنا بتاعتك احنا عايزين نقول كم عدد اخواتك، فاحنا هنا how many brothers have you got. I هنا برضو باكد عليها عشان في ناس بتنزل I بتتحول ليو وبعدين have وبعدين دي جوت. حد هيقول لي يا مستر جوت هنا تصريف ثالث، هقول لك فعلا. طب هو جوت هنا تصريف ثالث؟ انت قلت لنا لازم نخليها في المصدر زي كلمه بلايد، انت قلت لنا ما ينفعش تعملها ماضي. اقول لك ان هاف لازم يجي بعدها تصريف ثالث، الفعل طالما بيجي بعد هاف ولازم يجي بعدها تصريف ثالث سواء في الاجابه او في السؤال، فنخلي بالنا من الفكره دي كويس جدا، نخلي بالنا من الحته دي. وهكذا بقيه ادوات الاستفهام. هاو ماتش معناها كام الثمن، زي هاو ماتش از ذا شيرت اتس 50 باوندز. وهكذا بقيه ادوات الاستفهام. هاو لونج كام المده الزمنيه. وما حدش ما تقلقوش خالص، الملزمه ديت هسيبها لكم في الديسكربشن بتاع الفيديو، هسيبها لكم وهتنزلوها وهيكون كل ده متاح معاكم، والشرح اللي باقي برضو موجود فيها. هاو لونج وهاو اوفن ووات تايم وهاو تول. وبالحر اللي احنا فيه دوت والناس بحالها ما بتحبش تتعامل مع بعض في الحر، فخليك لطيف عشان كل واحد فيه اللي مكفيه. خليك لطيف عشان كل واحد فيه اللي مكفيه في الحر اللي احنا فيه ده. تمام؟ فده كده اداه الاستفهام والسؤال باداه الاستفهام بتاعنا. وكده اقدر اقول لكم ان احنا شرحنا اداه الاستفهام كلها، ادوات الاستفهام الاشهرهم، وشرحنا يس اور نو كويستشن وشرحتها لكم بالتفصيل. طيب الاهم من اللي عدى ده كله التطبيق. الاهم من اللي عدى كله ان احنا نطبق في ديالوج كامله. لازم اشوف قدامي ديالوج كامله بعد الشرح ده كله، ولو في اي حاجه انت مش فاهمها ارجع للفيديو وارجع وعيدها تاني، علشان البي دي اف اللي جوه دوت هنطبق على كل اللي احنا خدناه، كل اللي احنا خدناه هنطبق عليه. طيب فاحنا هنعوز كده ننقل للبي دي اف الثاني. احنا طيب ديت اهم بارت في الفيديو كله، اهم جزء في الفيديو التطبيق. الديالوج ديت هي مش انا اللي جايبها، هي ديت كانت في امتحان السنه دي بتاع ثالثه اعدادي في محافظه القاهره. تمام؟ كانت جايب له الديالوج ديت، قايل له ايه؟ قايل له complete the following dialogue. قال له اكمل المحادثه التاليه. المحادثه دي بيقول لك بين مين؟ بين ابراهيم اند باهر. ويا جماعه في تكنيكس علشان نعرف نحل الديالوج. اول حاجه عندنا اللاين ده اهم لاين في الديالوج كلها. السطر ده اهم سطر، اول سطر فيها هو اهم سطر. زي ما بنقول كده بالعاميه الجواب بيبان من عنوانه. السطر ده كله اهم سطر اللي هو ايه؟ بين ابراهيم اند باهر. المحادثه دي بين ابراهيم ومين؟ وباهر. بيعمل ايه بقى؟ هو لايكس بلاينج فوتبول، اللي بيحب يلعب كره القدم. دي اهم حاجه عندنا. طيب ده اول تكنيك. التكنيك الثاني ان احنا بنقرا المحادثه كلها من غير ما نجاوب ومن غير ما نعرف اي حاجه. احنا عايزين نقرا المحادثه كلها، المحادثه كلها لازم تتقري، لازم نقراها. طيب ابراهيم سأل سؤال، قال له ايه؟ قال له what is your favorite sport. قال له ايه هي رياضتك المفضله؟ فابراهيم رد عليه. احنا هنا مش عايزين سؤال، ما حدش هنا يعمل له سؤال، ما عندكش هنا اداه استفهام، ده هنا بيقول لك ده في فول ستوب، في نقطه هنا. فاحنا كده عايزين نعمل اجابه. فقال له ايه؟ it's the most popular sport in Egypt. اهم رياضه في مصر او اكتر رياضه شائعه في مصر او مشهوره في مصر. هو قال له هنا playing football، محدش بقى يقول له هنا يقول له تنس ويقول له حاجه. فاحنا هنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل اجابه. لما نعمل اجابه بقى، انا كنت الشرح اللي عدى ده كله كنت بقول لك السؤال. فاحنا بنعمل اجابه ازاي؟ نكون جمله خبريه ان احنا بنجيب الفاعل زائد الفعل زائد بقيه الجمله واخرها نقطه. تمام؟ دي كده الجمله الخبريه بتاعتنا. تعالى بقى نعمل هنا. انا هنا هحل، بس انت قبل ما تحل لازم تقراها كلها، لازم تقراها كلها. طيب هنا بيقول لك what is your favorite sport؟ ايه هي رياضتك المفضله؟ ما ينفعش تكتب اي حاجه غير فوتبول، اي حاجه هتكتبها غير فوتبول هي غلط. فيلا بقى يلا بينا بقى نعمل الاجابه.
اول حاجه هنبدا بالفاعل. الفاعل هنا مين؟ هو الفاعل هنا بيقول لك بين ابراهيم وباهر، فباهر لما يقول هيقول انا، هيقول او يقول رياضتي، هيقول له رياضتي المفضله، رياضتي انا. هنا يور هتتحول لماي، ماي، ونكمل بقى ماي favorite sport. عايز اقول لك ان دي كلها كده ده السبجكت بتاعنا، ده كده الفاعل بتاعنا، كل ده ماي favorite sport ده الفاعل بتاعنا. بعدين الفعل هنا هو الفعل هنا ابوستروفيس اللي هو is، هيبقى my favorite sport is football. My favorite sport is football. رياضتي المفضلة هي مش فوتبول بقى، هي playing football. سوري، هي playing football، لعب كرة القدم. تمام؟ فابراهيم هنا خلي بالك ان ابراهيم هنا سأل سؤال، فنركز، سأل سؤال فقال له my favorite player is محمد صلاح. He is the best football player. قال له هنا my favorite player is محمد صلاح. سؤال؟ سؤال. yes or no ولا WH؟ فكر كده، قول لي ايه هي؟ yes or no ولا WH؟ yes or no؟ لا، مفيش yes or no هنا، ده WH. فده WH question. طيب WH question، انا اول اداة استفهام شرحتها لك كانت هو، وقلت لك هو بتسأل على من اذا الفاعل فاعل او مفعول عاقل. فهنا محمد صلاح ده عاقل، فهنسأل بايه؟ هنسأل بهو. فأداة الاستفهام بتاعتنا هنا هو، هنقول هو. فاكر كنت بقول لك بعد أداة الاستفهام بتاعتك ايه؟ فعل مساعد ظاهر، ايوه ظاهر is، يبقى هنحط بعد أداة الاستفهام هو is، يبقى كده أداة الاستفهام. عايزين الفاعل هنا فين؟ الفاعل اهو، ده الفاعل بتاعك لان بادئ بيه الجمله. الفاعل يا جماعه بنبدا بيه الجمله هنا. طيب هنبدا هنكتب ماي، هقول لك لا، انا خلي بالك قلت لك هنا ان يور بتتحول لماي والعكس، ماي بتتحول ليور. هيبقى هو از يور فيفورت، ونكمل بقى بلاير. هو از يور فيفورت بلاير، مين هو لاعب بتاعك المفضل؟ وما ينفعش نكتب في السؤال محمد صلاح عشان دي الاجابه. تمام؟ طيب بعد كده ابراهيم قال له ايه؟ ابراهيم سأل سؤال، برضه سأل سؤال، قال له ايه؟ قال له I play football at school or the club. بلعب كرة القدم في المدرسة أو في النادي. طيب yes or no ولا WH؟ مفيش هنا yes أو no، فده WH question، أداة استفهام. إيه هي أداة الاستفهام بتاعتك؟ أداة الاستفهام بتاعتك هتتحدد من هنا. قال لك هنا school or the club، at school or the club، في المدرسة أو في النادي. ده إيه؟ ده يا جماعة place، ده مكان. فالمكان بنستخدم معاها اداه الاستفهام وير، وهتلاقينا برضو سايبها لك في الملزمه انها بتلزم ان هي اللي هي بتسال ده وير، بتسال عن المكان وير. بعد اداه الاستفهام الفعل المساعد. الفعل المساعد هنا ظاهر مش ظاهر، بنلجا لمين؟ للمنقذ. المنقذ اللي هو مين؟ اللي هو فيرب تو دو او داز او ديد. انا قلت لك ديد لو ماضي، هل هنا بلاي ماضي؟ بلاي مش ماضي هنا، بلاي مضارع، فيا دو يا داز. انا قلت لك ان اي هتتحول ليو، طبعا انا وضحتها لك، بس ما كتبناش لسه الفعل المساعد، لان الفعل المساعد اللي بيجي مع يو هو دو. وير دو يو، ونكمل بقى play football. play football. where do you play football؟ اين تلعب كرة القدم؟ تمام؟ طيب بعد كده ابراهيم قال ايه؟ ابراهيم قال له how often do you play it؟ how often ديت من المشتقات، هي موجوده في المشتقات، وانا قلت لك ان how often بتستخدم عن عدد المرات. هنا بيقول لك how often do you play it؟ بتلعبها كم مره؟ بتلعب كره القدم كم مره؟ هقول له ايه؟ يلا بقى نكون الجمله بتاعتنا، لان ده مش سؤال. هنبدا بالفاعل. الفاعل عندنا هنا اهو، بس هنا هنكتبه يو؟ لا احنا مش هنكتب يو، احنا هنكتبه اي. هيبقى هنقول اي play، وطبعا احنا قلنا بلاي ما قلناش بلايد لان ده مضارع، فطالما السؤال في المضارع لازم الاجابه بتاعتنا كمان تكون في المضارع. I play football
2 times. بلعب كرة القدم مرتين. ممكن بقى تكتب مرتين في الاسبوع، مرتين في الشهر، حسب ما انت عايز ايه. I play football 2 times in week في الاسبوع او بير ويك في كل اسبوع. تمام. طيب بعد كده ابراهيم قال ايه؟ ابراهيم قال can I play with you؟ ممكن العب معاك؟ هيقول له اه. انت فاكر كان ديت؟ كان في المودل فيربس في السؤال بهل. كان دي في المودل فيربس في السؤال بهل، وطالما السؤال بهل لازم اجاوب عليه بيس او نو، لان ديت هتلاقي انا كنت كاتبها لك كان، لازم اجاوب عليه بيس او نو، لازم اجاوب عليه بيس او نو. فانا هجاوب عليه بيس. طبعا هو واحد بيطلب من صاحبه يقول له ممكن العب معاك، هيقول له طبعا، هقول له يس وبعدين كوما طبعا، وبعدين الاجابه، وبعدين نكمل بقى. you can play with me. نعم انت تقدر ان انت تلعب معايا. ده كده يا حبايبي اول فيديو عندنا في الكورسات بتاعتنا، اللي هو كان الديالوج. وان شاء الله في فيديوهات تانية هتنزل في الكورسات، وان شاء الله هنكون متواجدين معاكم، وهسيبها لكم مفاجأة ان شاء الله. شرحنا السؤال، هنعمل اوفرول بقى للي احنا شرحناه له كله. احنا قلنا لكم النهارده ان الديالوج ده اهم سؤال في المحادثه، اهم سؤال في الامتحان. بيعتمد على ان انت ازاي تعمل سؤال او ازاي تكون اجابه. قلت لك ان السؤال يا اما بيس اور نو كويستشن او دبليو اتش كويستشن. يس اور نو وشرحته لك، وادوات الاستفهام شرحتها لك، وهسيب لك اللينك في الديسكربشن بتاع الفيديو. وشرحنا اداه الاستفهام، وشرحنا كل ادوات الاستفهام، ومشروحه لك كل ادوات الاستفهام. واهم حاجه ان احنا طبقنا على اداه الاستفهام بتاعتنا، طبقنا على الشرح بتاعنا. تمام. فان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.